مساء الخير عليكم، جمعة مباركة عليكم جميعا. سيشن جديدة، حلقة جديدة، بودكاست فري ثيرابي. يلا بقى الايربودز في ودانك، قهوتك في ايدك، مش هقولك ولا شمعة جنبك لان اتفاجئت باسعار الشمع الجديدة الفترة دي. ويلا بينا فري ثيرابي. المرة دي انا مش هتكلم عن مشكلة ونلاقي لها حل، انا هتكلم عن اكتر حاجة حقيقية في حياتنا، هي تفسير لأي حاجة ملهاش تفسير، وإجابة بنهرب بيها على أي سؤال مش لاقيين له إجابة. زي لما حد يسألكوا انتوا سبتوا بعض ليه، فتقول لهم النصيب. سرحت كتير مع نفسي، لقيت ان كل حاجة بتحصل لنا في حياتنا نصيب. في اتنين بيبقوا لاقين قوي على بعض، والكل بيراهن ان علاقتهم تكمل، بس ما بيكملوش ويقولوا لك اسم ونصيب. في مقابلة هتحصل لك مرة واحدة في العمر مع اكتر حد تقريبا انت حبيته في حياتك، وهتبقى دي اكتر مرة بتقولوا لبعض فيها كلام حلو ووعود، بس عارفين ان هي مش هتتحقق وتتفرقوا. وبرضه النصيب. في مكان شغل هتشتغل فيه وهتقضي أحلى سنين عمرك ونجاحك، وهتتعود عليه لحد ما يبقى بيتك التاني، وفجأة هتسيبه وما عندكش أي تفسير للي حصل ده غير إنه نصيب. في صاحب عمر بتبقى بينكوا أحلى عشرة وذكريات، بنتفاجئ إن الفرح ده التاني مش موجود، ولما يجي شدة لده ما يلاقيش صاحبه جنبه ويتفرقوا، وبرضه نصيب. في عيلة بتبقى مترابطة قوي وبتحب بعض جدا، مع العمر بنلاقي كل واحد فيهم في حتة وما بيجتمعوش في مكان واحد مع بعض. تيجي تسأل تقول ايه اللي حصل، يقولوا لك نصيب. ما اشتغلتش ليه؟ نصيب. ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ بالرغم من انه سؤال غلس وفضولي جدا، بس النصيب نصيب نصيب نصيب. تعددت الروايات والنتيجة واحدة، انه مفيش نصيب. الحقيقة يا جماعة، القدر والنصيب هم أقوى من أي حاجة في الدنيا. مهما سعيت لشخص أو لشيء، لو مش من نصيبك وربنا مش كاتبه عمرك ما هتوصل. ودايما ربنا بيختار لنا الأصلح، خليك واثق من كده. بس خلينا ناخد الموضوع لسكة تانية شوية. هنتكلم في إن في ناس كتير بترفض نصيبها، مش بترضى بيه. يعني لو هنتكلم عن العلاقات مثلا، انت ما بتقبلش ان علاقتك بشخص تنتهي، فاكر ان العلاقة دي سجن مؤبد، ما ينفعش نبعد عن بعض أبدا، احنا بنحب بعض، تعلقنا ببعض. مش واخدين بالنا ان هي دي الدنيا، هي الحياة عاملة كده. بتيجي ناس في حياتك تحبهم قوي، تتعلق بيهم، تعمل معاهم ذكريات عمرك، بس بيمشوا لأي سبب كان بقى. هما بيمشوا بمزاجهم أو الدنيا والأحوال هي اللي بتغيرهم وبتخليهم يبعدوا. بس الأكيد إن أنت بتتعلم من التجربة دي حاجة، ولو اتوجعت فيها بتتعلم أهم حاجة في حياتك. القصة دي بتخلص، بيجي قصة غيرها بتفاصيل تانية بملابسات تانية بشكل تاني، بس بنسبة كبيرة العلاقة برضو بتخلص. نصيبك كده. في وجهة نظري في جملة بتقول إن إحنا فترات في حياة بعض. الحقيقة إن الجملة دي حقيقية جدا، مش قساوة ولا خذلان ولا تدل على إنك شخص بياع، بس الدنيا بتغيرنا، دي الحقيقة. إحنا بنتغير بشكل كبير يا جماعة كل سنة عن اللي قبلها. يعني لما تشوف حد من صحابك بتوع زمان تقوله أنت اتغيرت، مش بالضرورة يبقى اتغير عليك أو اتغير لصورة أوحش أو لنسخة أوحش، بس السنين اللي بتعدي، الصدمات اللي بنعدي فيها والأزمات بتغيرنا، بتغير كتير فينا، بتخلي الشخص اللي انت يمكن تعرفه من 10 سنين أو أكتر واللي كان قريب ليك قوي زمان، لما تتقابلوا دلوقتي ما تعرفوش تقولوا كلمتين مع بعض ولا فاهمين بعض. هو ده حال الدنيا وده النصيب. فعشان كده نصيحة مني ليكوا، والحقيقة ان هي نصيحة لنفسي كمان عشان انا برضو مش ملتزمة قوي في الموضوع ده. العلاقات اللي تخلص من حياتنا نحاول ان احنا ما نقفش عندها مدة طويلة، نقف عندها اللي هو نديها حقها، ندي حق اللحظة، ونستحمل مشاعرنا ونستحمل الصدمة اللي احنا ممكن نبقى فيها، بس خلاص يعني life goes on، نخش على اللي بعده. بس مش بفكرة نكران قد ما هو ان احنا مش هنفضل يعني نبكي على اللبن المسكوب. فهي الحياة كده ودي الدنيا. بس لو هنبص للجزء الحلو في فكرة النصيب، فانت ممكن يبقى نصيبك حلو قوي، ما فيهوش فراق، ما فيش وداع. يعني مثلا في قصة أنا شفتها تابعتها بصراحة من أولها لآخرها لحد مشهور نوعا ما. اتنين صحاب عادي جدا، كان بينهم شغل وصداقة عادية،
بس الحقيقة إن الكيمياء اللي بينهم ما كانتش عادية. التفاهم اللي بينهم، شكل العيلتين اللي شبه بعض، وحياتهم ومبادئهم في الدنيا اللي شبه بعض، كل ده كان بيدي إنذار بصوت واطي شوية إنهم ممكن يبقوا لبعض. بس طبعا القدر لعب لعبته، هي اتجوزت حد تاني وخلفت، وهو خطب مرة واتنين وحب مرة واتنين. بس بعد حوالي 7 أو 8 سنين الاتنين نهوا كل علاقاتهم اللي كانت قبل كده، والصدفة ما قابلوا بعض تاني واتجوزوا. بالمناسبة أنا كل ما أشوف الاتنين دول بقول سبحان الله، النصيب فعلا غلاب. بجد يا جماعة الجملة دي سحر، أو فكرة النصيب عامة هي سحر. انت ممكن يبقى نصيبك جنبك لسنين وانت مش واخد بالك. وهنا أنا مش بس بتكلم عن النصيب اللي هو شريك الحياة أو الشخص اللي هتكمل معاه حياتك. انت ممكن الصاحب اللي انت بتدور عليه بقالك سنين، اللي هيونسك طول الوقت، كان معاك في المدرسة من 15 سنة وما كنتوش قريبين من بعض، تيجوا تقربوا دلوقتي. ممكن الشغلانة اللي انت بتحلم بيها، شايف ان هي دي اللي انت عايزها، كانت قدامك من زمان بس انت ما فكرتش ان انت تسعى ليها. الموهبة اللي انت نفسك يعني تشتهر بيها او تتعرف بيها عندك من زمان بس ما كنتش بتبنيها. كل الحاجات دي بجد نصيب وملهاش مبرر غير ان هي نصيب. بس خلي بالك، في شعرة بسيطة بين ان كل شيء قدر ونصيب، وبين ان احنا بقى نستغل الفرصة وما نسعيش ولا نجتهد على اعتبار ان خلاص ربنا كاتب النصيب، ولا ان تبقى كلمة نصيبي كده دي الشماعة اللي انا هعلق عليها اي فشل او كسل مني. هو احنا نعمل اللي علينا، نجتهد ونسعى ونسيب النتيجة دي على ربنا. في ناس كتير مؤخرا، والحاجة دي بقى بصراحة بتستفزني قوي، في ناس كتير بقت بتشاور على اي حد ناجح، خصوصا لو ناجح في نفس المجال بتاعه، يقولك ده حقق حلمي، ده خد رزقي او مكاني. والحقيقة يا جماعة الكلام ده بيتقال في الوش، يعني الكلام ده ما بقاش بس الناس بتتداوله كده او يقولك فلان قال عليك كده، لا هو بيوقف الشخص ده بيقولها له في وشه كده. لا، هو ما فيش حد بياخد مكان حد ولا رزق حد. والبني ادم اللي بيشوف ان كل اللي حواليه اخدوا حظه في الدنيا ورزقه، انت شخص حقود اناني، عايز الخير ليك لوحدك، مش عايز حد ينجح في الدنيا غيرك. وزود بقى على الموضوع، انت بتبقى شخص غير سوي لما تحط عينك على رزق حد انت ما تعرفش ربنا اداهوله ليه، ولا هو عمل ايه عشان يوصل للي هو فيه. زي كده مثلا لو انت شغال في مكان، خصوصا مثلا شغلانات اللي بالتارجت، السيلز والريل استيت والحاجات دي، احيانا بتلاقي ديل جالك اتحدف عليك كده من السماء، انت بجد مش مجتهد ليه خالص، بس انت محتاج قوي لفلوس الديل ده دلوقتي، ربنا هو اللي بعتهولك، ده رزق. اللي جنبه بقى يبص له يقولك شوف ده ما اجتهدش وما عملش حاجه، وانا اللي طالع عيني الشهر كله في التارجت، في الاخر ما تجيليش بيعه زي دي اقفل بيها تارجت السنه. لا، هو انت ما تعرفش ده عليه فلوس قد ايه، ولا عليه اقساط، ولا عليه التزامات. اكيد هو محتاج للديل ده اكتر منك دلوقتي. ربنا اللي بيقسم الارزاق، مش من حقنا نتكلم في ربنا اداله ليه وما ادانيش ليه. ونروح بعيد ليه؟ يعني انا مثلا، انا كتير من دفعتي، كمان ناس اكبر مني اصغر مني دلوقتي اشتغلوا كويس قوي في مجال الاذاعه، في التلفزيون، في مراسلين، في صحفيين، في مذيعين، والحقيقه بصراحه هم ناس ناجحين قوي يعني ما شاء الله. وانا كنت بشتغل في مجال بعيد تماما عني، ومش ادعاء المثاليه، بس انا ما بصيتش للناس دي في رزقها، ولا قلت ده حقق حلمي، ولا ده خد مكاني، ولا الكلام ده، لان ده بجد ما كانش نصيبي. ربنا بيشيل لكل واحد نصيبه في الوقت اللي هو هيبقى محتاجه جدا وفي اشد الاحتياج ليه. في جمله انا بحبها قوي، بقت ماشيه بيها في حياتي، بتقول الشمس بتشرق لكل حد في وقته، محدش بياخد نورك. لو اقتنعنا بالجمله دي هنرضى بنصيبنا ايا كان ايه هو. سؤال الحلقه دي، احكولي عن النصيب في حياتكم، او مواقف حصلت لكم خلتك تقول ان النصيب اقوى من اي حاجه. خلصت الحلقه، انا كنت مبسوطه بيها جدا، اتمنى تبقوا انتوا كمان مبسوطين بيها. الجماعه الحلقات بجد بتعدي بسرعه، يعني انا تقريبا بيبقى سكريبت كل حلقه نفس الكميه، بس الحلقه بتخلص بسرعه، مش عارفه ليه. المره دي انا هرشح لكم عمل بيلخص النصيب، فيلم 6 ايام يا جماعه، بجد لازم تتفرجوا عليه. ده بيتكلم عن ان الفراق نصيب، وان مش لازم قصه حب بقالها سنين طويله تكمل. انا مش هحرق لكم الفيلم، اتفرجوا عليه واتبسطوا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على يوتيوب، وفولو لبيج البودكاست على فيسبوك عشان تتابعوا كل الحلقات الجديدة أول بأول.
كنت معاكم أنا منى السيد، بودكاست فري ثيرابي. تصبحوا على خير.